بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أحلى وأغلى متابعين في كل مكان. رمضان كريم عليكم. النهاردة هنعمل صينية كنافة سهلة جدا بالنوتيلا والسوداني. طعمها خطير مع بعض، السوداني على النوتيلا هيديكي طعم وميكس حلو قوي. طلعت هشة وسهلة جدا، مش هتاخد معاكي وقت. اسهل واسرع طريقه ممكن تعملي بيها الكنافه في رمضان. هنقول لكم على سر هيشانها، وهنقول لكم على سر انها متماسكه بالشكل ده بالرغم ان انا مقطعاها قطع صغيره. هنقول لكم السر ايه. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في الاشتراك لو مش مشتركه، وتعملي لايك علشان الفيديو يترفع لناس تانية، وما تنسيش تعملي الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل العسل، عسل الكنافة. طبعا احنا عارفين عسل الكنافة دايما بنعمله تقيل، يعني بيبقى قوامه تقيل. السكر بيبقى اكتر من المية. لا، المرة دي هنعمله خفيف. السكر قد المية بالظبط، يعني انا حاطة كوباية ونص سكر، هنحط كوباية ونص مية عليها. كمان هنحط حوالي نص معلقة فانيليا، بتدي ريحة حلوة قوي للعسل. وهنحط فرفوتة كده، فتفوتة ملح ليمون علشان يربط العسل بتاعي ما يخلوش يسكر. هندوب السكر كويس جدا، وبعدين هنشوف اي ريمة بقى عايزة يعني ظهرت على السطح هنشيلها. هنشيل الريمة. انا عايزة العسل بتاعي يبقى صافي خالص كده، مفهوش اي شوائب. هنسيب العسل على النار حوالي، بعد ما يغلي يبدأ يغلي حوالي 7 دقايق. هتبصي تلاقي قوامه بقى مناسب جدا، لا هو تقيل ولا هو خفيف. هنسيبه بقى على جنب علشان نبدأ نعمل الكنافة بتاعتنا. نقول لكل خفيف واحنا بنعمل الكنافة. انا جايبة هنا نص كيلو كنافة، حطيتها في الفريزر قبلها بيوم كده من بالليل. حطيتها في الفريزر لغاية ما اتجمدت خالص كده زي ما انتم شايفين، وقدرت اكسرها بايديا. لو طرية وحاولتي تكسريها كده او تقصيها حتى بمقص او بسكينة هيبقى صعب عليكي. لكن بايديكي كده وهي متلجة بتبقى سهلة جدا. هنحط حوالي معلقتين 3 سكر. السكر بيدي قرمشة ولون حلو للكنافة. كمان معلقة لبن بودرة بتزود قيمتها وبتديها طعم حلو قوي، وبرضو بتخلي لونها حلو قوي الذهبي الجميل ده. هنقلب بقى السكر واللبن البودرة على الكنافة. لو ما عندكيش لبن بودرة برضو عادي، مفيش اي مشكلة، يعني هنضيف السكر بس عادي. سكر ناعم سكر خشن مفيش مشكلة. هنجيب بقى الصاج بتاعي اللي هنعمل فيه، هندهنه كويس جدا بالسمنة، بحتة سمنة حلوة كده. وهتحطي الكنافة بتاعتك من غير ما تحطي لها اي دهون، تحطيش لا سمنة ولا اي حاجة فيها. بس حاجة المطلوبة منك انك بعد ما تحطيها هتدوسي عليها كده وتضغطي عليها بايديكي بكوبايه بصينيه تانية باي حاجه تضغطي عليها. انا عايزاها مضغوطه كويس جدا. دي خطوه مهمه جدا في الكنافه دي، لان انا طبعا مكسراها قطع صغيره، بس انا عايزاها في نفس الوقت تطلع لي قطعه متماسكه. فهنضغطها كويس جدا، وهنشوف برضو ايه اللي يساعد الكنافه تبقى متماسكه بالشكل ده او بالشكل اللي احنا شفناه. هنجيب السمنة بتاعتي حوالي كوباية الا ربع سمنة، وهنبدأ نشرب الكنافة بتاعتي لغاية ما تتغطى كلها كده واحدة واحدة كده. انا عايزاها مقرمشة طبعا، فلازم تغطيها كويس بالسمنة. هنحطها بقى بعد كده، هنبدأ نحطها في الفرن. هنولع الفرن على 170 في الرف الأوسط كده. هتحطيها وتسيبيها حوالي نص ساعة. تبصي عليها تقلبيها من هنا، تلفي الصاج بتاعك، تولعي الشواية لو احتاجت. وبعد كده بعد ما تطلعيها هناخد العسل يبقى دافي، ما يبقاش بارد. وليه هنقولك ليه برضو. انا عملته خفيف علشان الكنافة هنا عندي مكسرة، فانا لو حطيت عليها عسل تقيل هتفضل مكسرة كده، تيجي تاكليها تبصي تلاقيها تكسر في ايديكي، ما طلعتش قطعة واحدة.
ودافي ليه؟ علشان برضو يتماسك في الكنافة. انا هنا عاملة نوتيلا. النوتيلا دي من غير ولا قطعة شوكولاتة. هتشوفي لو انت عايزاها في فيديو من فيديوهاتي لسه كنت عاملاها. هنضيف النوتيلا كده على الوش، بتدي طعم جميل جدا وطريان طبعا كنافة. هنحط النوتيلا، وبعد كده عندك بقى اي نوع من نوع المكسرات هتضيفيها ليها. هتضيفي، انا ضايفه هنا سوداني عليها، طلع طعمها في منتهى الروعه. سوداني على الشوكولاته، طلع على النوتيلا، طلعت جميله جدا. وهنا بالقطاعه بتاعه الكنافه او قطعه البسبوسه هتقطعي بيها الكنافه قطع اللي انت عايزاها، قطع كبيره قطع صغيره زي ما انت عايزه. هتبصي تلاقيها متماسكه جدا، وهنشوف مع بعض متماسكه ازاي. ما تفرفتيش معايا، ده بسبب ايه؟ بسبب العسل اللي انا عاملاه خفيف ودافي، مسك مع بعض كويس. وكمان ضغطك على الكنافه ذات نفسها، شايفين متماسكه ازاي، مش سايبه من بعضيها. وطعمها في منتهى الجمال، مقرمشة وطعمها خطير، هتعجبك جدا. يا ريت تجربوها، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير لاصحابكم واصدقائكم. وما تنسونيش اللي يعجبها الفيديو يا ريت تعمل اشتراك وتفعلوا الجرس عند الاشتراك. لما تيجي تعملوا اشتراك فعلوا الجرس للكل علشان يوصل لكم كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فاتشي.